بسم الله هذا يبدو حالا. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أولا أنا أقدم نفسي مع زميلي، أنا إن قال لي أستاذ سارك بن محمد لدى المحاكم، هذا زميلي وأخي محمد مسعود متحدثين في القضية الإلهية. دعوناكم هذا المساء الصحافة المحترمة من أجل تسليط الضوء على مظلمة تعرض لها موكلنا عبد الكريم بن أحمد بن عبد الله الشهري على يد مواطن موريتاني تعين مؤخرا في منصب دبلوماسي رفيع. هذه القضية تتعلق ببيع لأجل، ما يسمى بيع لأجل. هذا الشخص اللي انقال له الطالب المختار محمد المجتبى الملقب المانع نسج علاقة طيبة في المدينة المنورة وفي السعودية بشكل عام مع موكلنا، حتى نشأت بينهما ثقة، وعلى وكان هو يسير ممتلكات يعني وقف في المملكة العربية السعودية في الحرم، وكانت عنده ذمة مالية يعني جعلت موكلنا يتعامل معه على هذا الأساس. فموكلنا إذن باع للمعني أسهم من البنك الراجحي بمبلغ 8 مليون ريال سعودي. درت 100 مليون والله ياك من لوبية. وتوفوا عندما حل الأجل أعد له الشيكات، شيكات موجودة، شيكات موجودة، 3 شيكات. الشيك الأول ها هو، الشيك الأول ها هو بخط يمين المعني فيه 3 ملايين ريال. والشيك الثاني ها هو بتوقع المعني فيه 3 ملايين ريال أيضا. الشيك الثالث ها هو أيضا بخط يمين المعني فيه 2 مليون ريال، هاي 8 مليون ريال. لما بدأ موكلي إجراءات استخلاص هذا الدين قادر المعني المملكة العربية السعودية، وبما أن الشيكات في المملكة العربية السعودية موكل عندنا هون سندات تنفيذية معناها أنها قابلة للتنفيذ مباشرة، استصدر موكلي من محكمة التنفيذ بالدمام القرار القضائي، ها هو قرار قضائي بالتنفيذ الجبري، وقرار قضائي بالحجز. كل واحد من هذه الشيكات عنده قرار بالتنفيذ وقرار بالحجز، واخيرا اللي ما اجبر شيء قرار بالحبس. هناك ما يسمى بالحبس، يحبس المدين حتى يدفع، هذا حكم بالحبس. والواس مع الاسف هذا الشخص ما تلاقي في المملكة العربية السعودية. هذه كل شيء معه قرار بالحبس. إذن الغريب في الأمر أن المعني كان يتصل بموكلنا يقول والله يا أخي لقد تأخرت عليك، والله لقد كذا، وأنت صاحب فضل علي وكذا وكذا. هي التسجيلات موجودة عندنا، واتساب بين موكلي عبد الكريم الشهري والطالب المختار. المفاجأة أنه أغلق هواتفه، بل أصبح في بعض الأحوال ينكر قاع المبلغ من الأساس. لما تم توكيلنا من طرف الشهري على القضية لم نشاء أن نصعد الأمر،
فأعددنا رسالة مطالبة ودية، يعني مطالبة ودية، هاي رسالة مطالبة ودية، هي بلغت المشتبه هنا في الإقصر في منزله بتاريخ 19/9/2022. 19/9/2022. رسالة ودية عنا، ما نبقوا الإجراءات التقاضي ولا التشهير، وإنما نريده أن يجلس معنا في الخفاء على طاولة المفاوضات ونتوصل إلى حل ودي للقضية. بعد أسبوع أو 2 اتصل بي زميل عزيز علي وهو محامي، وزارني في المكتب وأخبرني أنه اتصل عليه المشتبه الملقب المانع وإن قال المدير المانع، وأنه يريد أن يناقش معي القضية. فلما جلسنا بالمفاوضات فإذا بالمحامي أيضا مع الأسف يقول أن هذا أن هذا ليس عنده أساس، وهذا كذا، وهذا إنما هو وراق، وهذا إنما كذا، والمعاملة ليست هناك معاملة وكذا من القبيل. فعرفت أنه لا يريد حل القضية. قلت له يا أخي أنت لا يمكن أن تكون أكثر ملك أكثر ملك، هذا من لازم يعترف، هذه اعترافاته هون، وهذا كذا، وهذا يطلب الأجل، يطلب الاعتذار، كيف يقعد ما فهم. المهم توجهنا بعد ذلك، بعد أن فشلت تلك الطرق الودية، توجهنا إلى المحكمة، محكمة الولاية بن نواكشوط الغربية، على أساس أن هنالك اتفاقية، إن قال اتفاقية الرياض عندنا 1983 ما وقع عليها موريتانيا، مفادها أن الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية قابلة للتنفيذ في موريتانيا، وكذلك الأحكام القضائية الموريتانية قابلة للتنفيذ في المملكة العربية السعودية. الاتفاقية ها هي وقعت ياس من الدول العربية. تقدمنا إلى المحكمة، ما تقدمنا إلى المحكمة توجهنا بطلب تنفيذ، لكن المحكمة وعلى أساس مادة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية الموريتانية، فمادة تقول إذن إياك تعود الأحكام الأجنبية نافذة في موريتانيا يجب أن يكون المنفذ عليه قد تمكن من وسائل دفاعه والله قبل أن يكون الحكم نهائيا. أنا الرياض لا ينفذ عليه موريتان يعود فاتوا عيض في السعودية ومقدم حشته حد يقدر ينفذ عليه الأحكام موريتان، أي إبلاغ إنه ما في إبلاغ، فعلا ملف ما في إبلاغ بالمفهوم الموريتاني. نحن هون لازلنا متأخرين عن السعودية إلكترونيا في هذا المجال. الإبلاغات عندنا ما زالت لا بد يمشي منفذ ويمشي يكرر الباب ويلود الرقاش ويجي يقول دشر جيله. لا هذا ما تلف ما فهمت المحكمة، ما تلف العربية السعودية. العربية السعودية كل فيها نظام إلكتروني، بحيث أنه كل مقيم وكل مواطن سعودي عنده رقم يعدلوا عليه شين قالوا الإبلاغ عن طريق الصحف والإبلاغ عن طريق الداخلية. وكل الإبلاغ كل إجراء قرارات 3 كلهم معدلوا إبلاغ. شوف التبليغ عن طريق الصحف، وهذا إبلاغ عن طريق الداخلية، معناه أنه تم إبلاغه بالإجراءات ولم يتصرف، لأنه ما يقدر يتصرف مع الأسف، لأن الديون ثابتة والشيكات وصولها هذه عندنا ثابتة، والقرارات القضائية ثابتة، المحاكم السعودية والأحكام بالحبس ثابتة، ولم يبقى أمامه على الأسف إلى أن يخرج المملكة العربية السعودية. طيب المحكمة في موريتانيا لم تفهم الإبلاغ الإلكتروني، معناه ما فات عاد، مع أن الإبلاغ اللي قدامنا يجب أن تحكمه القوانين السعودية، هو إبلاغ معدل في السعودية والأحكام معدل في السعودية، معناه الرياض يحكمون الإبلاغ يرضى يحكم القوانين السعودية. هي طريقة الإبلاغ المعتمدة في السعودية هي لا تطبق موريتانيا، ما تطبق قانون موريتانيا الإجراءات خروج السعودية. اللي على موريتانيا جانب واحد هو التنفيذ، يعني رفضت محكمة التنفيذ على هذا الأساس، على أساس إنه ما فهم تبليغ للإجراءات للمنفذ عليه. ماذا فعلنا؟
ما ضاع حق وراءه مطالب. نحن لن نتراجع ولن نمل من أجل إحقاق الحق في هذه القضية، لأن نعرف أنه شخص طيب وأنه مظلوم، وأن هذه الظاهرة مع الأسف تكررت كثيرا في مجتمعنا هنا. هناك سمعة طيبة للشناقطة من سجع عبر التاريخ نستجهل الآباء والأجداد، من بين لحظة أخرى نجد أن أبناء الشناقطة مع الأسف يفسدون هذا الإرث الحضاري الإسلامي العلمي. هذا مؤسف بغض النظر عن محامين القضية كمواطنين موريتانيين. هذا مؤسف متضرر من الشعب الموريتاني بأكمله. إذا نحن الآن لما رفضت المحكمة التنفيذ على المعني على أساس أن الإبلاغ لم يتم، فتحنا ملف الأصل أمام المحكمة الموريتانية على أساس شكاية. طيب أنت قلت أن ما بلغ لك، أنت الآن أمام محاكمك في موريتانيا ومنزلك لا يبعد كيلومتر عن المحكمة، وقانون بلدك لا يمكنك بعد الآن أن تتذرع أو يترع دفاعك بأن الإجراءات غيابية بالنسبة لك. والقضية الآن مفتوحة أمام المحكمة التجارية، وهذا هو في المرحلة الآن الملف محكوم أمام المحكمة التجارية، وسيعرض إن شاء الله في أول جلسة وسيكون خير إن شاء الله. هذه خلاصة يعني عن القضية، وإذا كان في استفسار خلال هذا اللقاء وتتممة إن شاء الله سوف نتمم. وأرى أن ذكرت أن الشهري موكلنا من نفسه قد جاهز للاتصال والكلام قال مفهوم لا أحلى، لذلك سأتيح الفرصة لعاد جاهز هم اللي يطرح قضيته وهم اللي يتظلم إلى الجهات المختصة لعلها تنصفه في هذه القضية ظالمة. إذا احنا ذلك الاتصال بدكتور عبد الكريم الشهري. دكتور مرحبا بكم، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. أهلا بك شهري. الله يعطيكم الصحة والعافية ويبارك فيكم. الحقيقة أنا استمعت للمؤتمر، وبداية أشكر المحامين الفضلاء على إعداد هذا المؤتمر، وأشكركم أنتم كإعلاميين وصحفيين كذلك على حضور هذا المؤتمر لإيصال رسالة حق، وهي نصرة لمظلوم عانى من هذا الشخص الطالب المختار مدة طويلة من الزمن وهو في مماطلة، وهو رجل مليء ومطلوب الغني يظلم. الحقيقة أنا خلال هذا المؤتمر أناشد رئيس الحكومة حامي القانون والدستور أن ينفذ هذه الأحكام القضائية الصادرة من السعودية على المملكة العربية السعودية على هذا الرجل، خاصة وأن هناك اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية موريتانيا، وهي اتفاقية الرياض تنفيذ الأحكام. هذا الرجل بلغ ولم يعترض أيضا على هذا التبليغ بعد أن وصلت هذه الرسائل كلها، وكان بإمكانه أن يتقدم بالاعتراض بعد وصول هذه الرسائل والأحكام القضائية، إلا أنه لم يعترض على هذه الأحكام ولم يبالي فيها أيضا. فأنا أناشد رئيس الجمهورية وأناشد كذلك وزير الخارجية ووزير العدل والجهات المسؤولة كذلك. والحقيقة أنا كان بإمكاني أن أتقدم بمذكرة دولية، إيقاف دولية لهذا الرجل، إلا أن ضميري لم يساعدني أن أتقدم بمثل هذا الأمر على رجل دبلوماسي من دولة موريتانيا، وهي دولة عزيزة علينا، وإلا إصدار الشيكات بدون رصيد أيضا عندنا في المملكة العربية السعودية هي جريمة موجبة للتوقيف، ويصدر عليها أمر أيضا عن طريق الانتربول الدولي بالحبس كذلك.
فأنا من خلال هذا المؤتمر ومن خلالكم الله يبارك فيكم جميعا أوصل رسالتي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون. جزاكم الله خير. مرحبا بكم دكتور، تحية طيبة لكم. يلا وصلت رسالة دكتور. وعليكم السلام. يا فم استفسار وضع شيء المحامي تطرح لي أسئلة. السلام عليكم. المحامي أنا ممكن أعرف، سمعنا في اتصال من الضحية عن أنه هذا الظلم يتعرض له عن طريق رجل كذا من الدبلوماسية الموريتانية. أختار نعرف هل أنتم قصدتم التحفظ على اسمه أم أنكم ذكرتم الاسم؟ أم أن الاسم لا زال قيد فتنة؟ هنا هذا ملف يعني قضائي، والإجراءات القضائية كلها معلنة، ما فيه شيء. هذا الشخص يقال له اسمه الطالب مختار محمد المجتبى ولقبه المانع، وعين مؤخرا كما يعلم الجميع قنصل في الدار البيضاء. نعرف وضعية المتهم الدبلوماسي كانت تفرض عن الحصانة إعادة الحصانة الدبلوماسية كان فعلا هو لا أعرف، أنا لا أختبر النوايا ولا أختبر سنيته، لكن ربما يكون سعى لهذا المنصب لكي يستطيع الحركة. أنت سمعت أن الشهري قال أن هناك جريمة تتعلق بشكل بدون رصيد. مسألة مجرمة في القانون السعودي. نحن هنا في موريتانيا ألغينا التجريم، لكن هذا عاد علينا بالعكس. أصبحت يخليك واحد يعدل لك عن الشك ما في شيء، وينعت لك الضابط ما تعرف ما عندك له شيء توف ما تجريمة. فعلا قالوا منهم بيمشي بيكو. إذن ربما يكون يسعى لأن يحصل على منصب دبلوماسي لكي يتهرب، لكن لا أرى أن ذلك سيجدي شيئا في القضية. لأنه لا يجري على أسس رجعية ووضعية القنصلية والحصانة اللي جاءت بعد في الجريمة. الحصانة ليست قانون، الحصانة إنما هو سبب التعيين، تاريخ التعيين. يكتب الحصانة بمجرد أن يتعين اسم الحصانة، لكن هل يكتسبوها لأفعال ارتكبت بعد الحصانة، الأفعال السابقة للحصانة؟ أنه أنه هذه إشكالية قد تقودني المادة 93 مولي. ألا ترون مع سيد محامي أن هذا يمكن أن يضر حتى الدبلوماسية الموريتانية؟ دبلوماسي موريتاني معين وهو والله يا أخي ضرب بين ليس بالدبلوماسية فقط، يضر بنا جميعا، المجتمع الموريتاني، سمعة البلد. أنا قلت لك أني كنت حريص على أني نبعث له رسالة سرية مدة عام، أنا أتحرى جواب، حتى أتاني محامي زميلي وقال لي كذا. أنا لا يحب الله جهر بالسوء وقال إلا ما ظلم. هؤلاء من ظلم، ونحن هم اللي لا نعاونوا هم اللي سمعة بلدنا الدفاع عنها. هذا هو اللي إذن أنا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما عندي باش إلا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما عندي باش إلا نزيد اللي قال العميد سالك. الواقع كيف سمعته ذا هي تعلق بالممارسات اللي هي والإجراءات مقدار المحاكم اللي فات خلق فيها يتعلق بطلب تنفيذ أوامر، ولين ما نقفل الطريق قدامنا. عندنا الطريق الخالي اللي هي لأن فتحت دعوة قدام المحكمة التجارية، لا إن شاء الله نتابع في الإجراءات اللي ذاك المتاح من الناحية القانونية، ونعرفون الطريق الطويل اللي قال ذاك ما هم عن هذا اللي على كل حال الحقوق ما دام ما بقاش ما تضيع. وبالتالي احنا ظاهر ان الشخص مظلوم، واحنا دورنا هو كمحامين وناس قاعد في الحاله العاديه نساعد ان اي بقاش من نرى انه يعاني من ظلم، وبالتالي هو ناكد عليه. وشكرا. إذا نحن نعول على هذا الزخم وهذا الإعلام في أن يجد هذا الرجل الطيب على ما يبدو. أنا عرفت من كلامه أنه رجل طيب ومستقيم،
وكما يقال أمتي لا تجتمع على ضلاله. جماعة ما تقدر تجتمعوا مع الشيخ صالح. رأي الجماعة اليوم يتجسد في اللي قالوا الرأي العام. الرأي العام والرأي العام لا يمكن أن يتشكل بدون الصحافة. الصحافة اللي تبلور الرأي العام، وهذا الرأي العام هو اللي يضمن لنا احنا أنه يكون رافعا للعدل في موريتانيا، ورافعا للتنمية، ورافعا للمساواة، ورافعا لمكافحة الفساد. أن يعود فهم رأي عام كيفه يدور إن شاء الله موريتانيا تستقام به. المسلكيات الفردية دائما منحرفة، غالين يعود فهم رأي عام رادع وموجه للحياة العامة يدور يعود فهم شيء. وبالنسبة لي الصحافة راهي لكم سلطة رابعة فعلا، وكل السلطات الأخرى التشريعية وتنفيذ القضايا تحسب لها للحساب غير يالتا تلعب دورها ياك تقدم المجتمع بشكل عام. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.